أحبتي في الله، ما من إنسان على وجه الأرض إلا وهو يبحث عن السعادة، لكن قل من يصل إلى طريق السعادة الحقيقي الحق. فلو سألت أي إنسان على وجه الأرض عن أي عمل يقوم به لقال لك أبحث عن الحياة الطيبة الكريمة السعيدة الهانئة، ولكن قل من يصل إلى هذا الطريق. يا من تبحث عن السعادة والحياة الكريمة الطيبة، أول خطوة أن تحقق الإيمان بالله جل وعلا، وأن تعمل صالحا يرضيه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لابد أن تحقق الإيمان بالله لتشعر بالأنس، لتشعر بالراحة، لتشعر بالسعادة، لتشعر بالرضا. والله الذي لا إله غيره قد تمتلك الأموال بل الملايين بل المليارات، فإن لم تشعر بالأنس مع الله جل وعلا ستعيش فقيرا وتموت فقيرا. يتصور كثير من أحبابنا وشبابنا أن السعادة الحقيقية عند من حصلوا المال وهم قد ابتعدوا عن الكبير المتعال. أبدا، هذا في الظاهر لك، أما إن كنت تصدق ربك فاسمع قول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سيتحول المال إلى ضنك، وستصير الزوجة ضنكا، والمنصب ضنكا، والمال ضنكا. كل نعيم بين يدي من أعرض عن الله سيتحول إلى ضنك وشقاء. والله لو لم يمتن ربك عليك إلا بنعمة التوحيد والإيمان والاتباع فقد أنعم عليك بأشرف وأطهر وأكبر وأجل نعمة. ما قيمة حياة نهايتها النار؟ ما قيمة نعيم نهايته الجحيم؟ لا قيمة له. هب لو أنه قيل لك: ها هو الطعام أمام عينيك وبين يديك، وها هي الملايين أمام عينيك وبين يديك، وها هي فتاة حسناء أمام عينيك وبين يديك، استمتع بكل هذا، وبعد شهر واحد سنلقي بك في نار مشتعلة متأججة، والله لن تستمتع بشيء. قال ربنا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال ربنا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فعلق قلبك بالله جل وعلا، وحقق الإيمان بالله جل وعلا، واعمل صالحا يرضاه ربك تبارك وتعالى. فالعمل الصالح قرين الإيمان، قرين الإيمان تنجو به في الدنيا والآخرة. فما من شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب الإيمان بالله والعمل الصالح، ثم الاستقامة على منهج الله وعلى طريق رسول الله. قال جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. استقم على منهج الله، واعلم بأن الدنيا والآخرة بيد الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. استقم على منهج الله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حقق الإيمان بالركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. لابد أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تعلم أن كل شيء في الكون بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فرزقك مقدر وأجلك مقدر وسعادتك وشقاوتك وأجلك إلى غير ذلك. فلا بد أن ترضى بما قسم الله لك وبما أعطاه الله لك، والرضا أن ترضى بما قسمه الله وأعطاه،
وأن ترضى بما قدره الله عليك وقضاه، وأن ترضى بالله عن كل ما سواه. واعلم بأن عطاء الله ومنع الله لحكمة. يا أخي، أنت إن أعطيت ولدك تزعم أنك حكيم في عطائك، وإن منعت ولدك تزعم أنك حكيم في منعك عن ولدك. إن قلت لك لما منحت هذا الولد هذا المال، تقول لأنه كذا وكذا وكذا، إذن أنت تعطيه لحكمة. ولما عاقبت هذا الولد الثاني؟ لأنه كذا وكذا وكذا، فأنا أعاقبه لحكمة. أمر عجب. أنسب لنفسي الحكمة في عطائي وفي منعي، وأنفي الحكمة عمن وهبني الحكمة في عطائه وفي منعه. الله حكيم عليم خبير جل وعلا، فارض بما قسم الله لك. ووالله الذي لا إله غيره، لو رضيت بالله كفاك، ولو رضيت بالله أغناك، ولو توكلت عليه أسعدك في دنياك وفي أخراك. يا أخي، جربت كل شيء، هيا أقبل على الله بقلبك وكيانه، امتثل أمره واجتنب نهيه، وقف عند حده، واعلم بأنه من اتقاه وقاه، من اتقاه وقاه، ومن أقربه جزاه، ومن شكره زاده، ومن توكل عليه كفاه وأغناه وأسعده في دنياه وفي أخراه. الجأ إليه بصدق، الجأ إليه بيقين. بك أستجير، ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. رباه، ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه، قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا، حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. الجأ إليه سبحانه، هذه السعادة، والله هذه هي السعادة وهي الكرامة، أن تعتصم بالله، وأن تفوض أمرك إلى الله، وأن ترضى عن الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يملأ قلوبنا بالإيمان به وبالرضا عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.